دكتور عبد المنعم، هل ترى في نفسك الاستعداد الصحي لتحمل هذه المسؤولية التاريخية؟ أنا أول من طالبت بأن المرشح للرئاسة لا يقدم شهادة أو إقرار ذمة مالية فقط، لكن يقدم أيضا إقرار ذمة صحية، لأن أنا الطبيب الوحيد في المرشحين، وأعلم أن بعضهم مصاب بأمراض لا تساعده على أن يقوم بواجب. احنا متقدمين للقيام بواجب، مش متقدمين لأخذ نياشين ولاستعراض عشان نخدم هذا الوطن. فعلى الإنسان أن يكون أمينا حينما يتقدم للقيام بالخدمة، فيسأل نفسه سؤال: هل حالتي الصحية تمكنني من القيام بهذا الواجب؟ يعني أنا إذا دعيت الآن لدخول مصارعة في حلقة مصارعة سأعتذر وأقول أنا لست أستطيع أن أقوم بالمصارعة، لكن ونحن نؤدي واجب خدمة وطننا في مكان الرئاسة، ونعلم أن بعضهم مصاب بهيباتيتس، بعضهم سبق عمل عملية في ترجمة بس يا دكتور. هيباتيتس التهاب كبدي، وبعضهم عمل عملية في مخه وعنده ظروف الصحية، وبعضهم ده من المرشحين، من المرشحين الحاليين، وكان واحد ممن سحبوا أو رجعوا عامل كذا وكذا. يعني أنا أدعو لهم بالشفاء، أتمنى أن ربنا يتم عليهم العافية ويستطيعوا أن يقوموا بهذا الواجب، لكن لابد من تقديم شهادة صحية. أنا عملتها هذه الشهادة وتعمدت أن أعملها في مستشفى حكومي عشان أقدمها وأعلنها مكتوبة، حيث أنني بفضل الله لا أعاني، لأن بعض الصحف قالت أنا مش عارف عنده إيه. أنا لا أعاني إلا ما تسبب فيه حسني مبارك للشعب المصري، سكر وضغط بس. زميل من الزملاء قال إذا كان بقى يقصدني، فأنا حاجة غريبة جدا، بيسألوه على الحالة الصحية للرؤساء المقترحين ولا المرشحين ولا زي ما بنسميها، فقال في واحد استبعد ورجع بعد ما استبعد وعمل عملية في المخ. فأنا بدور مين اللي استبعد ورجع، لقيت ان انا بقى عامل عملية في المخ. ما اعرفش الناس حصل لها ايه، يعني انا مش عارف، يعني مش عارف الناس في السن دي بيحصل لها ايه ولا في ايه ما اعرفش. هل السن ده ليه عامل عند يعني انا مش عارف حضرتك؟ يعني انا مش عارف، انا ما صدقتش نفسي. اصل مين حصرت قلت مين استبعد ورجع، مين استبعد ورجع؟ لقيت احمد شفيق استبعد ورجع. احمد شفيق عمل عمليه مخ امتى؟ يمكن هو عارف بقى اذا كنت انا عامل عمليه مخ ولا لا، ما اعرفش. ومع ذلك ده خلاني برضو بحكم الفضول اجيب بقى الملف بتاع كل واحد. ولقيت حاجه وعارف مش عايز اتكلم بقى. طب ليه مش عايز تتكلم؟ كل واحد بقى يعني ايه، كل واحد في ما حضرتك بتتهاجم يعني. اللي هيقول كلمه هبلغه حاجات بخصوصه ما بيتقال، ما يتخيلهاش. بيتقال يا سياده الفريق. ما انا بتكلم بقى واحده واحده اهو، بيتقال. بتكلم واحده واحده اهو. اتفضل. يعني انا اما يعني هل يعقل ان انا تاريخي من يوم ما اتخرج من الكلية لغاية ما يبقى عندي 60 سنة ما اعملش حاجة في حياتي غير ان انا اخد بطاطينة واوصلها للانقاذ؟ حاجة غريبة جدا. بس موضوع الانقاذ ده عمل نبيل. عمل نبيل ده ايه؟ ما كل الناس تعمل عمل نبيل. بس ده عمل نبيل اطلع عمل نبيل اروح احارب، اروح اموت، اروح عمل نبيل، عمل الم بطاطين واوصلها هنا وهنا بعمل نبيل. ومع ذلك وفي كمان في العمل ده اللي يرجع استناني يا خالد. يعني انا لما اطلع النهارده بمنتهى الوقار وانا في CBC المره اللي فاتت، بس يعني بتدفعني الكلام، بمنتهى الوقار يطلع في الصوره يقول احمد شفيق، يقول لنا الاستاذ احمد شفيق. قال لما قالوا له الشيخ وزعل، خد بالك. استاذ احمد شفيق ايه؟ استاذ احمد شفيق ده كان فريق، وانت ما حدش يعرف سكتك فين، في حدود. انا بس عاوز اعلق على حاجه، لان انا سمعت ان احد المرشحين
في برنامجكم ربما او برنامج اخر مش عارف لان لم اطلع، اشار لان في مرشحين مرضى عندهم امراض معينه، وذكر برنامج تلفزيوني، دي فرصه يعني لكي اصارع عن نفسي لحد ما تقرير طبي موثق يطلع عن حالتي الصحيه. ان هذا المرشح ذكر ان في مرشح عنده هيباتيتس سي اللي هو التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وقالوا ان هو يقصدني. ومش عارف الحقيقه هو ما هي صلاحيه اي مرشح انه يتكلم عن الحاله الصحيه لمرشح اخر. بس ده مش عندنا على اي حاجه. انا عارف ان هو مش عندكم، بس انا بنتهز هذه الفرصه لاعقب، لان ده سؤال طرح عليا من قبل الراي العام. وصديقي المرشح اللي قصدني بهذا كما قيل اذا كان يقصدني، هو فاته ان انا كمان عندي الحقيقه بالهارسيا زي كل المصريين. انا اصبت بالبلهارسيا وتعالجت منها الحمد لله. الف سلامه. سلامتك. وزي معظم المصريين اللي اتعالجوا من البلهارسيا بحقن في ظروف معينه، اصيب معظمهم بفيروس سي. وانا حقن الترطير. وانا اصبت فعلا بفيروس سي. بس صديقي المرشح كان المفروض يتابع اكتر ما دام قال هذه المعلومات، لان بعتبر ان ربنا اكرمني وعافاني، لان انا عالجت بحقن الانترفيرون منذ 7 سنوات وشفيت شفاء كامل. ادعو الله ان يكون ده باذن الله لكل اللي اصيبوا بفيروس سي. عشان كده انا متبني في برنامجي مشروع قومي للقضاء على فيروس سي خلال 4 سنوات، وبعتبر ان اصابتي بالبلهارسيا وفيروس سي شهاده على العنوان اللي انا رفعته في برنامجي الانتخابي. طيب. واحد مننا زي معظم المصريين. الحمد لله على سلامتك. بس انا بطمنه ان انا كبدي دلوقتي الحمد لله كويس، والليفر فانكشن في اخر تحليل انا عامله بس لحد ما نذيعه رسميا، يعني الكبد والكلى والقلب والوظائف الرئيسيه الحمد لله